اطار التنسيق الحكومي متواجدين اليوم رفقه السيد وزير الري والسلطات المحليه على راسهم السيد والي ولايه الجزائر. هذا التنسيق اللي ارتأيناه انه يكون في سيدي عبد الله، لانه سيدي عبد الله برمجين في بدايه يعني سنه 2024 اننا نقوم بالتسليم على الاقل 40,000 وحده سكنيه. بدينا نعمل على هذا الشيء مع مختلف القطاعات الوزاريه، وتوصيل هذه السكنات الماء الصالح للشرب ولا لاسينيسمون. هذه يعني لا فيزيون تاع العمل اللي لازم نقوم به مع قطاع الري. شاكر للسيد الوزير قطاع الري على تواجده معنا وعلى كل التعليمات التي اسداها. وشفنا انه يعني توزيع السكنات ماهوش بناء فقط السكنات، ماهوش بناء فقط العمارات، هو عمل يعني مكتمل ما بين جميع القطاعات باش نوفر يعني سكن لائق ونوفر يعني احياء مكتمله وفيها كل المرافق. احنا نعمل الان على المرحله الاخيره لاكتمال مدينه سيدي عبد الله، تقريبا 40,000 وحده سكنيه. لي زونغاجمون يعني احنا شفنا يعني الزياره اللي قمنا بها انه المشاريع راهي يعني تمشي بطريقه جيده. لي زانفستيسمون كبار، يعني نشوف انه الدوله وفرت يعني اموال ضخمه، ضخت اموال ضخمه. نشوف يعني في التقرير اللي شفناه دركا تقريبا اكثر من 15 مليار دينار جزائري غير في القنوات صرف المياه، في القنوات توصيل الماء الصالح للشرب. السيد رئيس الجمهوريه حارس كل الحرص انه نوفر سكن لائق للمواطن الجزائري. وحنا في هذا الشيء اللي رانا قاعدين نمشيو. ووقفنا الان في نوفمبر 23 على لي بريفيزيون تاع لي ليفريزون تاع بدايه 24. هذا استشراف يعني لاكتمال القطب الحضاري الكبير. 40,000 وحده سكنيه ماهيش يعني توزيع سكني رقم هين. نشوف انه في بلدان اخرى ما كانش يعني هذا الكم الهائل من التوزيعات. الحمد لله احنا في الجزائر رانا متواصلين في بناء السكنات، متواصلين في توفير السكن للمواطن الجزائري. شكرا وبارك الله فيكم.